السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن مستجدات لسه طالعه دلوقتي، لسه شايفها واتاكدت منها على سبب خناقه حسين الشحات الحقيقيه. والحوار انا هوريه لكم عشان بس ايه الناس تيجي تقول لك انت زملكاوي، انت بتهد في بلدك مش بتهد في بلدك. انا كنت بتكلم يا جماعه عن موقف. دلوقتي انا لما لقيت حاجه جديده في الحوار هعرضها لكم وهتكلم عليها بما يرضي الله. انا ماليش دعوه بالانتماءات، انا بتكلم كموقف حصل قدامي انا بتكلم عليه. برضه يا جماعه في حوار طلع دلوقتي، كانت مش كده منزل ستوري عنده مش عارف على الانستا ولا ان مكتوب ايه قانون ساكسونيا. هنبدا دلوقتي يا جماعه كابتن شيكابالا. بس هطلب رجاء من كابتن شيكابالا عشان بس اهو انا يا جماعه زملكاوي وبهاجم اهو شيكابالا زي ما طلعت كذا مره بهاجم مرتضى منصور. لو حد دخل على قناتي كل فيديوهات عن مرتضى منصور ان انا بهاجمه، عمري ما شكرت فيه الا فيديو تقريبا او فيديوهين، وبقيت الفيديوهات كلها بهاجمه وبقول عليه مؤتمر ضحك وبقول عليه ان هو بيضحك على الجماهير عشان بس ما حدش يجي يقول لك ايه شوف رئيس النادي بتاعك والكلام ده. لا، انا مرتضى منصور بطلع اهاجمه في كل فيديو اعمله. كل شويه قناه الزمالك مسميها قناه الضحك عشان بس ما حدش يقول لك انت زملكاوي. لا، قناه الزمالك انا مسميها عندي قناه الضحك، اللي هو لما اكون مخنوق بخش اضحك شويه واطلع. هنتكلم دلوقتي عن حوار شيكابالا، ان هو نزل ايه الستوري قانون ساكسونيا والكلام ده على عقوبه حسين الشحات، ان هو خد ايه بعد الضرب والشتيمه، خد ايه ماتشين و20000 والكلام ده. انا عندي وجهه نظر في الحوار ده، يا ريت بس كرئيس نادي ومدرب ولاعيبه انتوا بالذات تفصلوا نفسكم عن الاهلي. يعني انا طالب منكم بس ان انتوا تركزوا في الملعب لا اكتر ولا اقل. ولا بقى الرئيس النادي بتاعي نشوف حوار مع الاهلي اللي هو خدوني معاكم مركب تاكسي. لا، يا ريت يا سياده مستشار تركز في فريقك اللي انت لحد دلوقتي ما عرفتش تعمل صفقه وطالع تضحك على الجماهير وتقول لهم الزمالك بعد عوده معارين هيبقى فريق جامد وبوم محدش يقدر عليه. تمام كده، يا ريت نركز ونجيب صفقات عشان ده حصل كارثه اصلا في الصفقات. انت بعد ما رجعت المعارين مش عارف ترجع لهم التاشيره ان هم يسافروا معاك. احمد عيد مش عارف يسافر معاك، محمود علاء مش عارف يسافر معاك، وبابا سمع ان هو ممكن ما يلحقش. يعني انت مرجع 5 منهم 3 مش هيقعدوا. ده فشل اداري منه، فده فشل من المستشار. تمام يا جماعه، انا بهاجمه وهوش محدش يقول لك حاجه. ويا ريت الكابتن شيكابالا بدل ما نطلع بقى نعمل ايه لقطه ومش لقطه، بدل ما انت طالع تضرب بوم طخ، يا ريت نركز مع الفريق بتاعنا وتلم اللعيبه حواليك كده. انت فوق قائد الفريق تقول لهم العبوا بضمير شويه. بس انت شايف اللعيبه بتلعب اصلا عشان الفلوس، يا ريت انت تقعد معاهم وتقول لهم نلعب يا جماعه، نخاف على الشعار، فكنا من حوار البوم ده والسولات والكلام ده. هنتكلم دلوقتي عن حوار حسين الشحات يا جماعه. في فيديو شفته على النت وحاولت اتاكدت منه عشان لما اجي اطلع ابقى عندي ثقه. في حد اتكلم قال لك ان حسين الشحات اتشتم من محمد الشيمي بامه ومراته. فانا قلت اخش اسمع الفيديو واتاكد منه، ودخلت برضو يعني انا اتفرجت على الفيديو وطلع ان هو كلامه صح. فانا قلت الصراحه مش همشي ورا الفيديو اللي انا شفته، انا هخش اجيب الماتش بنفسي واشوفه، اشوف الفيديو كذا مره واتاكد منه. في الماتش في الدقيقه 80 و40 ثانيه او 42 ثانيه في الرينج دوت فيديو هحطه لكم دلوقتي هنا. وحسين الشحات بيقول اللاعب شتمني بامي ومراتي. هحط لكم دلوقتي فيديو هنا اهو ونسمعه مع بعض. اسفل الحذاء كده. هعيد لكم التاني الفيديو عشان اتاكد برضو ان ده صوت حسين الشحات ولا لا. اسفل الحذاء كده. بس يا جماعه الكلام بيختلف كده. الكلام اللي انا كنت طالع هاجم فيه الاهلي وحسين الشحات والناس دي كده الكلام بيختلف. معنى ان اللعيب وسط الماتش شتم اي حد، انا برضه يا جماعه بتكلم على الموقف، ماليش دعوه بحسين الشحات، ماليش دعوه بالشيء، ماليش دعوه، انا بتكلم على الموقف. انا لو لعيب بلعب وواحد شتمني بامي ومراتي، يعني انا بعد الماتش ده اقل واجب عملته معاه بما يرضي الله. ده اقل واجب انا عملته معاه. اتكلم بالصح، قلت لكم هتكلم بما يرضي الله تاني مره اهو. انا لو حد عمل معايا كده انا ممكن في وسط الماتش ما امسكش نفسي واضربه صراحه ربنا، وانا اقول الحق. انا لو واحد عمل معايا كده انا ممكن عادي اضربه واشتمه في نص الماتش ومش فارق معايا اتطرد وما اتطردش. يعني حتى شفنا في نهائي كاس العالم 2006 لما زيدان ضرب اللعيب قدام الناس كلها وبيقول لك بعد الماتش ان اللعيب كان عمال يشتمني ويستفزني طول الماتش وما قدرش يمسك نفسه. فده بيبين لك ان هو كان ممكن ما يمسكش نفسه ويضربه عادي في وسط الماتش. بس انا بجيب لك ايه مثل اوريك حتى موقف ان كان ايه لعيب اتشتم برضه في 2006 زيدان وضرب اللعيب في نهائي كاس العالم وخسر فريقه. فهو كان ممكن حسين الشحات برضه يعمل نفس الموقف بس هو مسك نفسه واستنى لحد ما الماتش يخلص بس. فده برضه ايه بيبين لك ان ممكن لعيبه تتنرفز على حسب الشتيمه. انت شتمتني فانا بقول لك انا ممكن ما امسكش نفسي. طالما انت شتمتني بمراتي وامي انا ممكن ايه اضربك في وسط الماتش عادي. ما بيثبت لك ان حسين الشحات تم استفزازه. بس انا بتكلم بما يرضي الله، تم استفزازه بعد اللقطتين دول اللي انا وريتها لكم. معنى كده ان اللعيب كان طول الماتش عمال ينكشه من اول ما نزل. يعني الموقف ده بيقلب بقى كل حاجه. يعني انا مثلا اول كنت بقول لك انت المفروض تقف اقل حاجه 12 ماتش وكذا امام عاشور والكلام ده. لا دلوقتي يا باشا الكلام يختلف. دلوقتي انت هتجيب اللاعبين وانت شتمته ليه وانت رضيت عليه ليه. فدلوقتي بقى العقوبه بالنسبه للحوار ده انا شايفها ان هي ممكن تتقبل او ممكن مثلا يبقى 4 ماتشات.
بس معنى ان انت جبت لي لعيب شتمني وانا رديت عليه، فانا حاسب ده ان هو بدا يجر شكله، وحاسب ده ان هو ايه، مشي ورا الشتيمه وما استناش اللي هو ايه تقرير الحكم بعد الماتش. اكيد الحكم سامع، يعني الحكم مش الحكم كان سامع، وهنعمل ايه تقرير بعد الماتش والكلام ده. فدلوقتي يا جماعه الكلام بيختلف. دلوقتي انا شايف ان محمد الشيمي بعد اللقطه دي والفيديو ده، وارجعوا برضه شوفوه وقولوا انا بتكلم صح ولا غلط، في دقيقه 80 40 ثانيه خشوا اسمعوها واتاكدوا منها كذا مره. انا طالما طلع ان انت شتمتني يبقى انا كده رديت عليك، فده يتحاسب وده يتحاسب، ده بما يرضي الله. عشان بس ما حدش يقول لك ايه انت مصري، انت مش وطني، انت زملكاوي، انت مش فاهم حاجه، وشوفوا رئيس النادي اللي بيطلع يشتمكم كل شويه. لا مفيش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم على مواقف. ما بطلع اجي مرتضى منصور كتير وبطلع اشوف اي حاجه بتكلم عليها صح ولا غلط، مفيش دعوه بالانتماءات، انا بتكلم على مواقف. فمعنى ان انت اللعيب شتم حسين الشحات يبقى الاثنين يتحاسبوا ويقعدوا بقى ونشوف الحوار، بس ده المعنى الوحيد. اهو يا جماعه انا جبت لكم المواقف ورضيت بما يرضي الله. لو حد يا جماعه مختلف معايا الكومنتات مفتوحه، لو حد موافق رايي الكومنتات مفتوحه. بس يا جماعه في الاول وفي الاخر ده راي شخصي، بس يا جماعه في الاول وفي الاخر كده ده راي شخصي، واي حد دلوقتي الكومنتات مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.